الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. النهاردة معنا خبر بعنوان حكاية نجم شادي محمد قائد الجيل الذهبي في الأهلي. يعتبر شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق أحد أهم البطولات في سجلات تاريخ القلعة الحمراء، حيث رفع أكبر كم من الكؤوس على منصات التتويج، وحصل على بطولات كثيرة جدا من جيل هو الأفضل في تاريخ الأهلي. شادي محمد عبد الفتاح الشهير بشادي محمد ولد في 29 نوفمبر 1977. وبدأ مشواره مع كرة القدم في نادي الكروم كمدافع بالفريق، حتى استطاع أن يكون من أفضل لاعبي الفريق خلال فترة قليلة من النادي مع النادي، وذلك عندما كان في عام 1997 حتى عام 1999. كما لعب شادي محمد طوال فترته مع نادي الكروم مستوى متميزا جعل عيون النادي الأهلي تترقبه ولفت أنظارهم بشدة خلال تلك الفترة، حتى تم التعاقد معه في عام 1999 بعد ظهوره مع المنتخب الأولمبي. وظهر شادي محمد بمستوى جيد مع النادي الأهلي طوال فترته التي تواجد بها داخل أسوار القلعة الحمراء. وتولى إشارة قيادة الفريق الكروي بنادي الأهلي بداية موسم 2006 بداية موسم 2005 حتى 2000. خلال مسيرته مع الأهلي حقق شادي محمد العديد من الألقاب والإنجازات، منها 5 بطولات دوري أبطال أفريقيا وخمس دوري عام، والسوبر الأفريقي 3 مرات، والسوبر المصري 5 مرات، وكأس مصر 7 مرات، وبرونزية كأس العالم 2006. وأنهى شادي محمد علاقته بالأهلي كلاعب عندما قرر الرحيل عن الفريق خلال موسم 2009 إلى 2010، بعدما غير الأهلي من خطته التي ربما كانت ستوعده عن المشاركات في المباريات، لينهي مشواره حافلا بالبطولات مع القلعة الحمراء، حتى لعب 192 مباراة سجل خلالها 17 هدفا. كما لعب شادي محمد مع المنتخب 27 مباراة سجل خلالها هدفا واحدا، وأعطاني بطولة أفريقيا عام 2008 بغانا. أعزائي المشاهدين، بشكركم دايما على مشاهدتكم لينا، وأتمنى دايما أن انتم تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد عن أخبار الكرة العالمية والمحلية. شكرا لكم.